أما عن رشدي أباظة، وشائعة أنه ممثل الأفلام الجنسية في السبعينيات، فالبرغم من مرور أكثر من ربع قرن على رحيله إلا أن أعمال رشدي أباظة لا تزال موضع جدل رقابيا بين كثير من السينمائيين، حتى أن هناك عددا كبيرا من أعماله ما زالت ممنوعة من العرض على شاشات التلفزيونات سواء الأرضية أو حتى الفضائية. وكان أباظ من بين فنانين مصريين كثيرين انسقوا إلى هوجة الأفلام التي صورت في لبنان في حقبة السبعينين، تلك الأفلام التي لا تعرف رقابة أو قيودا. ونجد المشاهد المثيرة الصريحة هي الهامش الذي يجمع أفلام رشدي أباظة الممنوعة من العرض سواء كان مشاركا في هذه المشاهد أم لا. وشهدت حقبة السبعينات نشاطا فنيا لرشد أباظة في السينما اللبنانية، حيث قدم عام 1970 فيلم الضياع وفيلم امرأة لكل الرجال، وفي عام 1971 يقدم فيلم امرأة ورجل، وهو إنتاج مصري ولكن تم تصويره في لبنان، وهو الفيلم الذي اشتهر بمشاهد ناهد شريف الجريئة مع رشدي أباظة. وعلى سمعة هذا الفيلم قدم فيلم العاطفة والجسد عام 1972 من بطولة نجلاء فتحي ومحمود ياسين وسهير البابلي وعمر خورشيد. أما في عام 1973 قدم رشدي أباظة فيلم أعظم طفل في العالم، وشاركه البطولة فيه كل من ميرفت أمين وهند رستم، وهو الفيلم الذي أخذ صيته من مشهد ميرفت أمين الشهير الذي ظهرت فيه عارية تماما. وبالرغم من المهاترات حول رشدي أباظة بأنه كان ممثلا لأعمال جنسية في نهاية حياته، إلا أن له عملا واحدا منع لأسباب سياسية، وهو وراء الشمس الذي أنتج في 1978، والذي تكمن زمته في كونه الفيلم الوحيد الذي تعرض للأسباب الحقيقية لنكسة 1967 من حيث سيطرة الجيش على مقاليد الحكم. وحكاية ناهد الشريف. وذئاب لا تأكل اللحم. فاشتهرت بتقديم الأدوار الجرئية، ولكنها وصلت إلى قمة جرأتها في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم الذي قدمته سنة 1973، وتم تصويره في دولة الكويت، وشاركها بطولته الفنان عزة العلايلي والفنان محسن سرحان. وقدمت الفنانة ناهد يسري فيلم من أجرأ أعمال السينما العربية، وهو سيدة الأقمار السوداء، والذي لم يعرض في دور العرض المصرية لاعتراض الجهاز الرقابي عليه لفرط تجاوزه وما يحتويه من مشاهد جنسية صارخة تثير الغرائز ولا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري. وتم تهريبه في شرائط فيديو كاسيت، وأطلق على شاشات السينمات اللبنانية في مايو 1972، وهو بطولة ناهد يسري وحسين فهمي وعادل أدهم. منى إبراهيم تفوقت على ناهد يسري، وأنها أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية، وذلك حين ظهرت عارية تماما مع فريد شوقي وتسببت في أزمة. قدمت ما يقرب من 22 فيلما، أبرزهم فيلم الأستاذ أيوب، والممنوع من عرضه بسبب خلعها لملابسها بالكامل. وتزوجت الفنانة منى إبراهيم 20 مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين، وأغلب تلك الزيجات كانت سررا ولم تنجب إطلاقا. كما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بأنها أصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها، وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية. من أشهر أفلامها فيلم الأستاذ أيوب عام 1975 مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري، وقد أثار الفيلم جدلا كبيرا حيث ظهرت فيه عارية تماما للتفوق بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء. وانضمت بعده منى إبراهيم إلى الفنانة ناهد يسري بطلة فيلم سيدة الأقمار السوداء ضمن قائمة الفنانات الأجرأ في تاريخ السينما المصرية. فك شيئا اشترك ولو لم يعجبك محتوانا، ممكن تلغي الاشتراك في أي وقت. وأخيرا لا تنسوا تفعيلكم لزر الجرس ليوصلكم كل إشعار ننشره في وقته على القناة. ألقاكم على خير وسعادة. سلام.